هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم حبيت اصور لكم صباح الجميل من اسطنبول، طبعا من بعد غياب فترة ما جاي انزل لكم فيديوهات على القناة لانه هواي شغلات صارت وياي، وهم جاي انزل فيديوهات على قناة الثانية اللي هي اسمها المطبخ البصري. تابعوها، راح اخلي لكم الرابط بصندوق الوصف. هنا اني كنت باسطنبول وصورت الريوق، واليوم كنا راح نرجع البورصة، بس حبيت انه اشارك وياكم هاي اللقطات الحلوة الجميلة. اليوم راح نرجع البورصة. طبعا انا جيت لاسطنبول لانه عندي مراجعة على الطبيب، تعرفون انا مسوية عملية فلازم انه اراجع دكتوري حتى يشيك على العملية وشي. فيعني هم مراجعة دكتور، هم سوينا سياحة أنا وإبراهيم. طبعا هنا راح نرجع هسه احنا على طرف اسطنبول الأوروبية، وراح نرجع على اسطنبول الآسيوية حتى ناخذ السيارة ونرجع للبيت. طبعا هسه راح نرجع بالعبارة، وهنا قعدنا حتى نشم هوا اسطنبول وناكل سميت، وعلى ما تجي العبارة وحتى نرجع على الطرف الآسيوي وشوي نفطر وبعدين نرجع للبيت لأن ما عندنا شي. هسه كان الصبح الساعة تقريبا ب11 هيك شي. هسه هنا وصلنا للطرف الثاني بالعبارة، وقعدنا هم هنا على الشط، وجاي انطي سميت للنوارس وكلهم اجوا قدامي مثل ما جاي يشوفون. طبعا اجواء كلش حلوة اسطنبول، كلش احبها. بين فترة وفترة نروح هم نسوي سياحة يومين ثلاثة، ومرات نروح للطبيب ونرجع. طبعا إذا تحبون تشوفون كل التفاصيل ما سافرتي هاي، روحوا على قناة الثانية اسمها المطبخ البصري فطومة. طبعا أريد أغير الاسم مالتها، فاقترحوا علي أسماء حتى نختار اسم حلو للقناة. هسه هنا قاعدين شوي جايين نشم هوا. بعدها رحنا للسوق وسوينا جولة بالسوق، بس ما صورت لأنه هواية ازدحام وشي فما صورت. هنا بعد ما رجعت البورصة يوم ثاني رحت أشتري ملابس النيل، فقلت أصور شكو بالمحل. طبعا هاي الماركة اسمها LCY، ماركة حلوة لا بأس بيها. ملابس الأطفال عندهم كلش حلوات، مرات يجيبون وجبات كلش حلوة. فبين فترة وفترة أروح أشيك شنو جايبين جديد، مرات أخذ من زارا، مرات من LCY، من ذا فاكتور، من أبيبك، مو على ماركة ثابتة. وين ما أشوف ملابس حلوات أخذ من عندهم. هنا كانوا هاي الملابس اللي منزليها، فبما أنه الصيف احنا جاي ندخل على صيف، فقلت أخذ لها ملابس صيفية. وبهاي الكم يوم تغير الجو، وعبالك الشتاء رجع مرة ثانية، صار الجو كلش بارد. طبعا الملابس اللي عندهم كلش حلوات ومرتبات، اختارت لها كم قطعة بألوان مختلفة. طبعا القماش مالتهم أنا دائما أركز على القماش مالت الملابس، مو بس على الموديل. دائما اخذ النيل ملابس تكون قطنية، تكون القماش مالتها الخامة كلش ناعمة، وما بيها هواي تطريزات وهاي السوالف حتى لا تتضايق من عندها. هنا اختارت لها كم قطعة. هاي الست كلش عجبني، يصير كيمونية ويا شورت، كيمونية وشورت كلش حلو. بس بعدين قلت تراجعت ما أخذته، لأنه حتى الصيف مالتهم هنا شوية بارد الجو، وهي طفلة صغيرة، فقلت خاف تبرد أو شي. وعندها هواية ملابس هيج كيمونية وشورت، فما أخذت هيج تراكات إلها للبيت كلش حلوات وقطنيات. اخترت لها كم قطعة، وأخذت لها فستان لأنه صار عمرها 10 شهور وما سويت لها كيكة وشي، فبغتها سويت لها كيكة وأخذت لها فستان جديد ولبسته إلها. طبعا أنا كل شهر أخذ لها فستان جديد وأسوي لها كيكة.
حتى ما تقبض السنة. طبعا هسه هي صار عمرها 11 شهر. ما باغي هواي العيد ميلاد نيل، فجاي أجهز إلها. جبت لها فستان، سويت لها خياطة كلش حلو. إن شاء الله بيوم عيد ميلادها راح ألبس إلها وأخذ لها صور وأشوفكم الفستان مالتها. وهم نسقت وياه حذاء. طبعا ملابسها لونهم وردي فاتح هيك يعني. حبيت يكون يعني اللون كلش فاتح الوردي مو طوخ، فيعني بين الأبيض والوردي راح يكون التزيين يعني مثل ما الكيكة نقول والنفاخات اللي الديكور راح أسوي بالبيت. أنا راح أسوي لها ديكور بالبيت، وراح يجون بيت حماي وحماتي هم راح تجينا، وأهلي يعني وأهل إبراهيم وبيبيت إبراهيم أعتقد هم راح تجي. يعني راح تكون مناسبة عائلية بالبيت. أني كان ببالنا إن نسويها بالكافيتيريا، بس بعدين غيرنا رأينا وقلنا نسويها بالبيت أفضل. وراح أسوي لها صور استوديو يعني أقصلها صور حتى تبقى ذكرى دائما يعني موجودات صور إلها وألبوم العيد ميلادها. هسه أنا أخذت الملابس وإجيت للبيت. طبعا طلعت لوحدي فأخذت تاكسي يعني ورجعت للبيت. من رجعت للبيت شفت جايني كارغو يعني طلبية. إبراهيم موصي ممة النيل لأنه الممة مالتها شوية صغيرة فجاب حجم أكبر. هي كلش تحب الممة مالتها القديمة، فلازم يعني هي ما تشرب بيها هسه، بس هي كلش تحبها متعودة عليها. فدائما يعني تريدها. هي عندها تقريبا 6 ممات هيجي، بس تحب اللي أصغر حجم، تحب الصغيرة كلش. فجبت لها نفسها بس شوي أكبر. طبعا أني الممات اللي أستخدمها للنيل ماركة فيليبس ألمانية. أعتقد هي يعني أفضل ماركة، كلش حلوة وطبية، فدائما أخذ لها هاي الماركة فيليبس. فيعني هي أفضل شي. جبت لها ماركات ثانية بالبداية بس ما حبيتهن، فتعودت على هاي الماركة. فدائما من أشتري لها الممة أخذ لها فيليبس. هنا راح أسوي عشاء، راح نسوي فد شي بسيط يعني. اليوم ما أعرف إيش عجب، اشتهينا أندومي. طبعا أنا وإبراهيم مو دائما ناكل أندومي، لأن أنا الصراحة يعني مو كلش أحبه، يعني تقريبا كل 4 أشهر أكله مرة. يعني مرات يعني هيش نشتهي. هنا خليت مي وحررته وخليت الأندومي، وهسه راح أسوي وياه دجاج. أنا طبعا طلعت الدجاج وسويته شرائح بس الصدر يعني مات الدجاج، وما تبلته ولا شي. راح أسوي ويا زبدة ونخلي توابل وباقي الشغلات. شوفوها هسه بالفيديو. طبعا صار كلش طيب، إذا تحبون تجربون طريقة هاي جربوها كلش طيبة. هنا مثل ما تشوفون خلي الزبد، وهسه راح أخلي الصدور مات الدجاج. أنا سويتها شرائح يعني خفيفة بهذا الشكل. انتو تقدرون تسوي يعني مكعبات صغير. طبعا هاي الوصفة من أفكاري، ما شفتها يعني بالنت أو أحد مسويها، يعني هيك من أفكاري طلعتها. حبيت أسوي دجاج وأندومي، ما أعرف هيك خطر على بالي. طبعا أكو ناس يتفننون بالأندومي، يسوون وياه صلصات يعني صوص كلش طيب حار وحامض وهيجي. أنا كلش أحب هاي السوالف، بس الأندومي مو هالقد يعني أحبه، نادرا ما أكله يعني كل 3 أشهر كل 4 أشهر أكله مرة أو مرتين، يعني كلش قليل أكله. بس أنا أحب هاي الشغلات مالت التوابل، شغلات حارة وحامضة وهيجي. شايفين الفيديو مالت الترند صار طبعا هو مالت الليمون الأخضر، ليمون أخضر ولمندوزي وشوية شكر وتوابل وياه، فلفل حار وسماك وهيجي. كلش طيب. أنا جربته طبعا وياهم دبس الرمان شوية، جربته كلش طيب بنات. بس ما أحكيكم معدتي أحسها انتهت، يعني يسوي شلون نقول حارج هيك على المعدة، لأنه شوية ثقيل. فكلش طيب. أنا صراحة كلش أحبه، بس إنه أتجنبه حتى معدتي ما تتأذى.
لأن معدتي ورا الحمل صارت أبد مو تمام، دائما توجعني وما أقدر يعني آكل الشيء اللي أريده مثل قبل كنت آكل هواي يعني فلفل وشغلات يعني حارة وهيجي، هسه ما أقدر، كلش قليل آكل يعني أكل حار وتوابل وياه وهيك شغلات يعني حارة. معدتي صايرة كلش حساسة. طبعا هنا هاي البهارات مالت لحم بس كلش طيبة، أخذتها من السوبر ماركت، بضفتها ويا الدجاج، كلش طيب الطعم مالتها. وخليت كاري هم وياه، وخليت بهارات مال الدجاج آخر مرة أخذتها من العطار كلش طيبة، فظلت دائما أخذها من نفس العطار. وهنا خليت شوية ثوم وشوية برش الليمون، يعني القشر مالت الليمون برشته ناعم، طبعا ليمون أخضر بنكهة كلش طيبة. وهسه عصرت عليهم شوية ليمون حتى ينطيني شوية حموضة. وراح أضيف وياه صوص فول الصويا، وأضيف وياه شنو اسمه زنجبيل، هم كلش طيبة النكهة مالته. وهنا ضفت شوية فلفل وياه، طبعا هذا الفلفل مو كلش حار يعني شوية حار مو كلش، هم حبيت شوي أضيف وياه. وهنا شوف شنو عندي، هنا أمي مسوية دولمة كلش طيبة صارت، بس ما أكلت، قلت اليوم نسوي اندومي كلش طيبة الدولمة مالتها. طبعا هسه الورق عنب كلش فريش وطيب وتازة يعني كلش طرف. فهسه إن شاء الله راح أخذ وأجمد، يعني خلي بالمجمدة طبعا، ولو الدكتور مانعني إنه آكل يعني تمن أو خبز، يعني أي شي بطحين المفروض ما أكله لأنه عندي حساسية. فأني أحب الدولمة، يعني الدولمة ما ترحم بدون تمن، بس آكل يعني فد شي بسيط، إنه الدكتور قال لي أكلي بس فد شي كلش بسيط يعني ما تكثرين. فأني أصلا ما جاي آكل تمن هاي الفترة، لأنه الصراحة جاي أسوي هم رجيم، فما جاي آكل تمن وخبز وهاي الأشياء. فأكثر أكلي راح يكون سلطة وهيك شي. بس اليوم اشتهينا الأندومي وراح نسوي يعني أبد ماكو تفاهم. هنا خليت سمسم ويا الدجاج، كلش أحب السمسم، ببروتين وفيتامينات يعني كلش زينة للجسم. هنا راح أخلي فول الصويا شوية. وهسه الأندومي استوى عندنا، ودجاج هم قرب يستوي. طبعا هسه تذكرت شغلة، أنا صح سويت أندومي وصبيت صحنين أندومي، بس والله العظيم بنات أبد ما خليتها بحلقي، ما أعرف ليش انسدت نفسي من الأكل، لأنه طبخت الأكل ما أعرف. أنا بالعادة إنه عادي أطبخ الأكل وأحب الأكل مالتي اللي أسوي، يعني كل شيء أحب أشتهي أكله، بس هالمرة ما أعرف ليش إنه ما أكلت، اشتهيت الأندومي بس ما أكلته، فأكلت بس دجاج وسلطة ولبن. هم صار كلش طيب الدجاج، بنات جربوا الطريقة كلش طيبة. طبعا هاي طلعتها هيش من أفكاري، يعني شنو أشوف قدامي ضلت أخلي ويا الدجاج، بس صار كلش طيب. ضفت سمسم، ضفت شوية بصل، شوية ثوم، يعني فد شي كلش بسيط، وبرشة مالت الليمون، وكرفس شوية أعتقد هم ضفت وياه، وفلفل، وهاي البهارات اللي ذكرتها لكم، وفول الصويا، وضفت الزنجبيل. وبعدها شنو ضفت شلون الدبس، هنا ما أعرف شنو اسمه انتو عندكم يعني بالعراق، بس انتو إذا عندكم دبس مالت تمر يعني ضيفوا شوية، يعني فد ملعقة مالت شكر، فراح ينطيه حلا حموضة، لأنه الليمون راح يصير مكس كلش طيب. فإذا متوفر عندكم ضيفوا، وإذا ما متوفر عندكم عادي ضيفوا ملعقة مالت عسل، يعني ملعقة مالت شكر، ضيفوا عسل شوية، هم راح ينطيكم نفس الطعم. أنا كلش أحب الأكل يكون حامض حلو، هيك حامض حلابي كلش أحبه. أكيد تعرفون هاي السلطة الأمريكية تجي ويا الكنتاكي، كلش طيبة. طبعا أنا منزلت لكم بالقناة، هي متكونة من جزر ولهانة بيضة ومايونيز وروبة، تخلطوها سوية وياها شوية ليمون وشكر وبس، يعني أعتقد هي بس هاي موادها كلش يعني بسيطة، بس كلش طيبة.
الطعم مالتها يكون حلو، يعني بيها شكر يكون، فكلش أحبها. حتى إبراهيم كلش يحبها، فدائما أميل لهيك يعني أكلات إنه بيها شوية حلا، بيها حموضة، كلش أحبها. هسه هنا تقريبا استوى عندي الدجاج والأندومي، وهاي كان الفيديو مالتنا اليوم، وهاي كان عشانه. سهمنا وسهمكم ألف عافية يا رب. وكتبوا لي بالتعليقات إذا أنتوا تحبون الأندومي أو ما تحبوا، وشنو طريقتكم بالأندومي. طبعا هنا وصلت وياكم لنهاية الفيديو. أتمنى حبيت الفيديو وعجبكم. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسون تسوون لايك وتشتركون بالقناة إذا ما مشتركين بيها، حتى تشوفون كل الفيديوهات اللي أنزلها أول بأول. لازم تفعلون زر الجرس، وانتظروني فيديو جديد، ومع السلامة.